السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك فكرت لو الأرض كان ليها حلقات في السماء زي كوكب زحل كان شكل دنيتنا هيبقى عامل إزاي؟ الفكرة دي مش مجرد خيال، دي تجربة ذهنية بتكشف قد إيه شكل الأرض ممكن يتغير لو إضافة واحدة اتبدلت في تاريخ الكوكب. حلقات ضخمة بتلف حوالين الأرض، منظر يخوف وفي نفس الوقت يبهر. أهلا بيك، أنا عبد الرحمن، والنهاردة هنتكلم عن تفتكر لو الأرض حصل ليها حلقات زي كوكب زحل شكل حياتنا كان هيبقى عامل إزاي؟ حط لايك واشترك للفيديو وتعالى نشوف الموضوع ده سوا. علشان نفهم الفكرة صح لازم نعرف الأول يعني إيه حلقات كوكب زحل. الحلقات بتاعته عبارة عن مليارات من قطع التلج والصخور الصغيرة، كل واحدة منها بتلف حوالين الكوكب بسرعة رهيبة. الحلقات دي مش جسم واحد، ده نظام كامل، ولو حصل وظهرت حلقات حوالين الأرض فهي هتكون من نفس النوع ده. هيكون تلج وغبار وصخور صغيرة، حاجات اتكسرت من أقمار وانفجرت، أو نيازك اتفجرت قريبة من الأرض، أو أي جسم فضائي اتكسر وبقى قطع صغيرة وتحول لدايرة عملاقة حوالين الأرض. طيب لو حصل كده الدنيا هتبقى شكلها عامل إزاي؟ أول حاجة منظر السماء هيتغير بالكامل، بدل ما نبص بالليل ونشوف نجوم متناثرة هنشوف شريط ماضي ضخم واخد نص السماء، شريط ثابت مش بينتقل زي القمر، لأن الحلقات هتكون فوق خط الاستواء. أي حد عايش قريب من خط الاستواء زي الإكوادور أو كولومبيا أو البرازيل أو الجابون وغيرهم كتير هيشوفوا الحلقات دي طول اليوم، منظر يخليك تحس إنك في كوكب تاني تماما. في توقيت الصباح الحلقات هتعكس ضوء الشمس وتدي الكوكب لمعان مختلف. تخيل إن السماء فيها خط أبيض لامع باستمرار كأنها سحابة من التلج بتنور، وفي الليل الحلقات هتنور بشكل طبيعي بسبب انعكاس ضوء الشمس البعيد، فنورها هيكون أخف من القمر، والناس هتشوف خطوط لمعة في السماء طول الوقت كأنها لمبات سماوية ما بتنطفيش. مفيش مكان في خط الاستواء هيعرف يعني إيه سما سودة تماما. لكن مش كل ده جمال، وجود حلقات حوالين الأرض هيغير حاجات كتير في حياتنا. أول تأثير، الليل هيبقى أنور من الطبيعي في مناطق معينة. تخيل إن في مناطق من العالم مش هيعرفوا يعيشوا في ظلام كامل لأن الحلقات هتنور السما بخط باهت. الحيوانات اللي بتعتمد على الظلام في الصيد أو النوم حياتها هتتلخبط. الطيور اللي بتمشي بالملاحة السماوية اتجاهاتها هتتلخبط. الشكل الجديد للسماء هيغير جزء كبير من سلوك الحيوانات. التأثير التاني، الطقس نفسه مش هيبقى زي ما هو. الحلقات هتعمل ظل كبير على مناطق من الأرض، الظل ده هيقلل حرارة بعض الأماكن في مناطق كبيرة في خط الاستواء، هتبقى أبرد من الطبيعي، ده ممكن يقلل الأمطار في بعض الدول ويزودها في دول تانية. كأن الحلقات بتعدي توزع حرارة حوالين الكوكب من غير ما نشعر. تالت تأثير، الأقمار الصناعية. الأرض النهاردة فيها آلاف من الأقمار الصناعية، الحلقات هتعتبرها خطر عليها. أي اصطدام صغير من الأقمار الصناعية وقطعة صغيرة من الحلقات كفيلة تدمرها بالكامل. وهنا هتظهر مشاكل انقطاع الاتصالات وانقطاع الإنترنت والقنوات الفضائية وأي حاجة تخص الأقمار الصناعية. بالإضافة لكده السفر إلى الفضاء نفسه هيتغير، علشان الصواريخ أو السفن الفضائية تطلع بره الأرض لازم تبعد تماما عن مناطق الحلقات. أي احتكاك معاها هيبوظ المهمة في ثانية، يعني الصواريخ محتاجة طرق محدودة ومواعيد محسوبة ومناطق انطلاق أبعد من خط الاستواء. رابع تأثير، سقوط أجزاء من الحلقات. يعني الحلقات مش ثابتة للأبد، مع الوقت أجزاء صغيرة منها هتقرب وهتنزل للأرض زي الشهب اللي بتدخل الغلاف الجوي في أيامنا الحالية. معظمها هيولع وهيتحرق، بس جزء منها ممكن يوصل للسطح، وساعتها يعني سقوط نيازك هيبقى أعلى بكتير من اللي بيحصل في الطبيعي. لكن بالرغم من كل المخاطر دي وجود حلقات كان هيعمل نقلة في الحضارة البشرية. تخيل الحلقات دي موجودة من الأول، وإن البشر من آلاف السنين شايفين الحلقات فوق راسهم كل ليلة. الفلك والأساطير والديانات كل حاجة كانت هتتغير، كل حضارة كانت هتفسر الحلقات بشكل مختلف. يعني مثلا في ناس كانت هتشوفها بوابة سماوية، وناس كانت هتشوفها علامة مقدسة، وغيرها كانوا هيشوفوها إنها خطر، وغيرهم كانوا هيشوفوها حماية. وكمان الحلقات كانت هتخلي دراسة الفضاء جزء أكبر من الحياة البشرية. يعني مثلا الناس زمان هتسأل ده جه منين؟ إزاي طلعت؟ ليه موجودة؟ وإزاي بتلف؟ وده ممكن كان يسرع تقدم العلم مئات السنين لقدام. لكن السؤال المهم، هل ممكن الأرض فعلا يطلع لها حلقات في المستقبل؟ الإجابة العلمية ممكن، لكن نادر جدا. يعني إيه؟ يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعمل حلقات هي انفجار قمر من أقمار الأرض، أو اصطدام جسم ضخم بالقمر، وساعتها هيحصل تفتت ويتحول لقطع صغيرة تدور حوالين الأرض. ولو حصل ده الأرض هتلبس حلقات فعلا، بس هتفضل لآلاف السنين وبعدين الحلقات هتختفي واحدة واحدة. يعني وجود حلقات مش مستحيل، لكن احتمال ضعيف جدا. لكن لو حصل شكل العالم هيتغير بالكامل، منظر السماء وشكل الليل، حركة الأقمار،
الطقس، الحضارة، الخطر اللي حوالين الكوكب، وفي النهاية وجود حلقات حوالين الأرض ما كانش هيخلي الكوكب أهدى وأجمل، بالعكس كان هيغير شكل حياتنا بالكامل، من اضطرابات في الأقمار الصناعية لتغييرات في السماء وخطر سقوط أجزاء من الحلقات علينا. حاجة شكلها مبهر لكن تأثيرها الحقيقي كان ممكن يبقى أخطر بكتير مما تتخيل. بس كده، قبل ما أقفل الفيديو لو في سؤال محيرك اكتبولي في التعليقات وإن شاء الله هجاوب عليه في فيديو. بس كده خلصنا. سلام.